السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين. ازيكم حبايبي اخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل فكرة حلوة وديكور حلو زي ما انتم شايفين كده، من إعادة تدوير الأزايز بتاعة الزيت أو العصاير. أي إزازة عندك مش محتاجاها ان شاء الله هتنفعنا، حتى لو ازازة المية بأي شكل أو بأي حجم أو بأي يعني خامة، اي حاجة ان شاء الله هتنفع. اول حاجة هنجيب الازازة زي ما انتوا شايفين كده، بس اهم حاجة تكون نظيفة. وبعد كده هنقص الجزء اللي تحتاني ده بقطر بقى او بمقص او بسكينة، اي حاجة. هي كده كده نواة الازاز دي بتبقى خفيفة، فان شاء الله هتتقص معانا بسهولة. لو عايزة تحددي مثلا تحديد انتي بايدك علشان القص يطلع معاكي مظبوط، ممكن تحددي عادي بقلم او بمسطرة كده، بس هو ان شاء الله يعني هتطلع معاكي مظبوطة. بعد القص هيطلع معاكي الشكل ده اللي هو شبه الكوباية كده اهو. ده اللي احنا هنستخدمه اصلا. هنبدأ بقى هنعمل ايه، هنحدد اللي احنا عايزينه والمكان اللي احنا عايزينه. هتعرفي تحددي حددي، مش هتحددي قصي كده ايه عشوائي. هنفتح زي باب كده لحد ما نوصل للنهاية تحت، يعني هنقص بالمقص ونسيب مثلا مسافة ايه 2 سنتي كده، وهنروح داخلين لجوه كمان برضو حوالي ايه 3 سنتي او 4 سنتي. بس يعني هي المسافة على حسب النوع الازازة اللي معاكي، يعني انت هتاخديها كده بالتقريبي. تمام. علشان إيه اختلاف الازازة دي ازازة عصير مثلا، ممكن تعملها بازازة زيت، ازازة مية، فاختلاف المقاسات هتختلف من نوع الازازة اللي معاكي. وعامة المقاسات دي برضو هتتظبط بعد كده، لان مش ده هيبقى الشكل النهائي اللي احنا عايزينه. فطلعت معانا الازازة بالشكل ده اهو. سهلة الفكرة جدا وبسيطة يا جماعة، والله سهلة جدا. يعني كفاية ان انت هتكوني عاملاها في البيت لحاجة من صنع ايديك كده لبنوتك او حتى ديكور هتحطيه في البيت. هيبقى عندك بقى الحرف ده، اي زيادات بقى او اي حاجة ممكن تصنفرها لو ليه حرف يعني ايه بيعور او بيجرح. هنا الحرف طلع زيادة شوية، فانا هشيل الزيادة اللي فيه عشان انا عايزة المقاس اللي تحت ده اصغر شوية اهو. بقى كده ده الشكل عندنا اهو. هنجيب بقى العروسة اللي احنا هنعوز نعمل لها الكرسي ونظبط المقاس طبعا. هيبقى عندنا المقاس، وبأسف على المنظر اللي قدامكم ده، هنسترها دلوقتي. احنا بس عايزين نظبط المقاس الكرسي يبقى ايه على قد العروسة بالظبط، يعني يبقى حاجة مناسبة لا كبيرة عليها ولا عالي عليها. فهنظبط كمان حتة تانية علشان المقاس ده طلع ايه واكل، يعني محوطها كده كأنها عاملة راكبة اسانسير كامل، اللي هو اللي بيبقى الدايرة الكاملة دي. فاحنا عايزين نطلعها شكل الكرسي المظبوط، فهنشيل الزيادات برضو زي ما قلت لكم. بعد ما اخدنا مقاسات الكرسي على العروسه وظبطناها، هنسوي بقى الاحرف دي. طبعا ايه الشكل اللي انت عايزاه دائري، عايزاه مستطيل، بس الشكل الدائري هيبقى الشكل احلى يعني. وطبعا انت وذوقك برضه، فيطلع معانا بالشكل ده كده. وكده ده شكل الكرسي النهائي. شلنا طبعا كل الزيادات والحاجات اللي تخلي شكل الكرسي مريح وظريف كده على العروسة. بعد كده عندنا كلنا عيدان الشيش طاووق اللي هي الستيك دي. هنجيب العود وه... وهنقسمه على 4. طبعا هنشيل البوز الأخير ده، وهنقسم العود على 4. عايزة تقسميه على 3 براحتك، بس هو 4 كويس، مقاس مناسب للكرسي. هتعمليه بقى، عايزة تعمليه شكل مثلا الأربعة مع بعض 4 رجول ماشي. عايزة تعملي اللي هما بيبقوا الرجول متجمعة في النص زي الشكل ده، بتثبت بشمع، بتحطي نقطة شمع وبتثبتيه، بيبقى الشكل ده طالع موضة وشكله حلو جدا وكيوت. اعملي اللي انت عايزاه براحتك. انا بفضل الشكل ده لانه طالع موضة، بس برضو الاسهل ليكي اعمليه. هتثبتيه بالشمع عادي، يفضل الشمع يا بنات، لان ما اعتقدش اي نوع لزق غير او الحاجات دي هيثبت يعني، بس هو الشمع اكتر.
هتفضلي هتحطي نقطة الشمع وتحطي فيها الخلة وتفضلي سندها شوية لحد ايه ما يثبت، تتأكدي انه ثبت معاكي. بعد كده هنجيب نعمل الشلتة. اي قماشة عندك قديمة بس تكون شكلها حلو كده، مثلا مش عايزاها مثلا بواقي قماش تنجيد بيجامة قديمة او اي حاجة، هتجيبيها وتقصيها دوران وتظبطيها اهي. وبعد كده هتجيبي الخيط. هي يا جماعه هتبقى حتتين قماش فوق بعض. ممكن انتي لو عندك مثلا قماشه واحده وتعمليها زي شلته مدوره وتخيطيها وتخلي الخيط لتحت، يعني تجيبي تعمليها قماشه مدوره كبيره وتخيطيها داير ما يدور وتعمليها تشديها بالخيط للاخر، او تعمليها قطعتين كده زي ما انتوا شايفينها كده وتحشيها بقى باي حاجه عندك، فايبر، قطن، قماش برضو، بس الفايبر هيديلها نفخه كده وشكل حلو. بس المتاح عندك يعني مش هنعجزك، اعملي اي حاجه وظبطيها. بعد كده بتخيطيها وتخلي الخيط بقى في الناحيه المداريه كده اللي ورا التقفيله بتقفيل. وبكده بقى شكل الكرسي النهائي تحفه بجد، وهيسعد بنوتك وشكله ايه شيك وبسيط. وعملناه بحاجات يعني ممكن نرميها، قماشه قديمه، عصايه شيش طاووق وخلاص. والكرسي معمول من ازازه برضو، واي قماش قديم عندك هتستخدميه. وادي الشكل النهائي، يعني بجد شكله حلو قوي. حاجه بسيطه هتفرحك وتفرح بنوتك. انا كده اكون خلصت الفيديو يا بنات، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو عجبك الفيديو مش تنسيني باللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واي استفسار تحت امركم في الكومنتات. وبجد يا بنات انا بتعب على الفيديوهات، اتمنى تدعموني وتروحوني لاصحابكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.